سألتش نفسك قبل كده أو كنت بتقرأ قرآن مثلا في سورة البقرة أو في سورة الأعراف وقابلتك الحروف دي؟ الحروف دي أكيد أنت سألت نفسك معناها إيه؟ الحروف اللي هي ألف لام ميم أو نون أو قاف، ألف لام ميم صاد، الحروف دي اللي بتبدأ في أول السور. في الحقيقة عاوزك تكون عارف إن العلماء انقسموا قسمين في الجزئية دي. في علماء كان عندهم رأي وفي علماء كان عندهم رأي تاني، وأنا هقول لك الرأيين النهاردة والرأي الأصح فيهم إن شاء الله. وأول رأي، العلماء كانوا بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي زي ما ذكر في القرآن الكريم اللي هو اقرأ ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، وساعتها كان الكفار ساعتها وبني قريش وكده كانوا بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيكتب القرآن ده يعني. وده طبعا مش حقيقي. فالله عز وجل كان بيتحداهم بالحروف دي. لو مثلا انت دلوقتي لو انت أمية ما بتعرفش تقرأ مثلا ولا تكتب، لو قلت لك قول لي كلمة كتاب مثلا، فانت هتيجي دلوقتي تقول لي حروف كلمة كتاب. انت دلوقتي لو ما بتعرفش تقرأ او بتكتب عمرك ما هتعرف تقول لي حروف كتاب دي. بالعكس بقى، لو انت بتعرف تقرأ وانا لو اقول لك قول لي حروفها فهتقول لي كتاب كاف ت ألف ب، انت كده بتعرف تقرأ اللي هو ألف لام ميم صاد مثلا، ألف لام ميم نون قاف، انت كده بتعرف تستهج الكلام اللي انت بتعرف تقرأ أصلا. ده كان رأي أول علماء. والجزء التاني وده اللي كلامهم أقنعني وأقنع ناس كتير، كانوا بيقولوا إن الله عز وجل بيتحدى الذين كفروا إنهم يجيبوا كتاب زي ده زي ما ذكر لنا في القرآن الكريم. بيتحدى الذين كفروا إن إن الناس اللي كفروا دول يقولوا كلام، يجيبوا كتاب زي ده باللغة العربية، اللغة العربية اللي هي حروفنا اللي هي الألف واللام والميم والنون والصاد، اللي هي اللي بتبدأ بالكلام اللي بتبدأ بالصور دي. حتى لو خدت بالك هتلاقي إن معظم الصور اللي بتبدأ بالحروف دي بيجي بعدها القرآن الكريم على طول، اللي هو مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد. حتى لو خدت بالك كل الصور اللي بتبدأ بالحروف دي نفس الصور دي بيجي بعديها آية اللي على طول بعديها دي بيجي القرآن الكريم. الله عز وجل هنا بيتحدى الذين كفروا إنهم يجيبوا قرآن أو يجيبوا كلام نفس الكلام ده بالحروف بتاعتنا اللي هي الألف واللام والميم والنون والقاف والصاد كده اللي هي بتبدأ بالصور دي. وده كان رأي العلماء، الرأي الأول والرأي التاني. وبكده يكون الفيديو خلص، واتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون طلعت من هنا وعرفت معنى الحروف دي ايه. وفي رأيين كده زي ما احنا اتفقنا، فتكون انت عارف الرأيين برضه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وكان معاكم معاذ محمود، سلام.